قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة وكانت أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، يحبها حبا شديدا، يقول لها يا بني، وهذا لها ولأمة الإسلام رجالا ونساء إلى قيام الساعة، إني أحبك أوصيك لا تدعي كل صباح ومساء أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء عظيم سبحان الله العظيم. يعني لو تأملنا يا حي يا قيوم، توسل إلى الله واستغاثة بالله عز وجل بأحب الأسماء إليه. ويقال أن الحي القيوم هي اسم الله الأعظم، وإن كان أكثر العلماء أنه هو الله عز وجل هو الاسم الجامع لأسماء الله الحسنى، لكن سبحان بعضهم يقول اسم الله الأعظم الله الحي القيوم، الثلاثة مع بعض. على أي حال، بهذا الاستغاثة العظيمة، بهذا التوسل العظيم باسمين من أحب أسماء إليه سبحانه وتعالى، برحمتك أستغيث، تشعر نفسك وتنادي ربك كأنك غريق تكاد تهلك تنتهي وتتلاشى، وأنه لا منقذ لك إلا الله سبحانه وتعالى. برحمتك أستغيث، ماذا تريد أيها المستغيث؟ أصلح لي شأني كله، لم يستثني شيئا من أمر الدنيا والآخرة، في عاجل أمره وآجله. دعاء جامع عظيم سبحان الله. أصلح لي شأني كله، ثم العجب ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله لو ولك لنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقه لهلكنا وضعنا والله. ولذلك ندعو الله أن يتولى أمورنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا.